رمضان زمان كان له طابع خاص بس في العبادات والأجواء الروحانية، لكن كمان في المسلسلات اللي كان بتجمع العيلة حوالين التلفزيون بعد الفطار. كانت المسلسلات زمان مليانة قيم وأخلاق بتتكلم عن العيلة، عن الخير والشر، عن الصبر والرضا. كنا بنتفرج ونحس إننا استفدنا حاجة، أو على الأقل استمتعنا بحاجة نظيفة تناسب الشهر الكريم. دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما. مسلسلات رمضان بقت بعيدة كل البعد عن أجواء الشهر، لا في قيم ولا أخلاق ولا حتى احترام لقدسية رمضان. بنلاقي مشاهد عنف وخيانة وألفاظ غريبة وسلوكيات ما تنفعش تتشاف وسط العيلة ولا تتشاف أصلا في أي وقت. الأخطر إن المسلسلات دي بقت بتدخل أفكار غريبة في البيوت، أفكار تهز صورة العيلة المترابطة وتخلي المفاهيم بتتغير عند الناس. بدل ما الأسرة تبقى المكان الآمن اللي مليان حب ودعم، بقينا نلاقي مسلسلات بتروج لفكرة إن الغدر والخيانة بقى شيء عادي، وإن القيم مجرد كلام مش واقعي. زمان كنا بنخرج من رمضان بمسلسلات زي يوميات ونيس اللي بيعلمنا الصح والغلط، أو مسلسلات تاريخية ودينية بتعرفنا على شخصيات عظيمة في الإسلام زي مسلسل لا إله إلا الله ومسلسل محمد رسول الله. دلوقتي بنخرج من رمضان وحاسين ان المسلسلات ما بقتش ليها علاقة بالشهر الكريم. والسؤال هنا، ليه بقينا نقبل بالحالة دي؟ وليه رمضان اللي كان كله بركة وخير بقى مجرد موسم تجاري للمسلسلات هدفها المشاهدات حتى لو على حساب القيم؟ في فترة الثمانينات كان في اعلامي شاطر جدا اسمه طارق حبيب، وده اشتهر باسلوبه الراقي في تقديم البرامج الحوارية، ومن اول الناس اللي قدموا فكرة الفوازير الرمضانية في الاذاعة المصرية قبل ما تروح للتلفزيون. وبدأ ظهور مسلسلات رمضان بمجرد ظهور التلفزيون. استغل المنتجين ان رمضان هو شهر التجمعات العائلية، ونجحت فعلا خطتهم، وبقت المسلسلات الرمضانية والفوازير من اهم العادات الرمضانية. وفي سنة 1962 اتعمل اول مسلسل اتذاع في رمضان، كان بطولة عبد الله غيث، وهو مسلسل هارب من الايام. وفعلا المسلسل نجح جدا بسبب قصته الدرامية والصراع الداخلي للبطل ما بين الخير والشر. ومن هنا عرف المنتجين ان الاعمال الدراميه هي اكتر اعمال بتنجح وبتاثر في المشاهد. طب ليه وقتها ما خصصوش انهم يعملوا مسلسلات دينيه؟ لان الستينات كان التلفزيون المصري في بدايته، كان لسه موضوع الانتاج قليل وما كانش عندهم الامكانيات الكافيه انهم يعملوا مسلسلات دينيه، فكان معظم المنتجين بيستصعبوها ويفضلوا انهم يعملوا قصص من الواقع الحالي والمجتمع اللي هم عايشين فيه، وده بالنسبه لهم نسبه نجاحه اعلى بكتير. ده غير طبعا الاعلانات الكتير اللي بتصاحب المسلسلات دي، وده سبب كافي يخلي شركات الانتاج يتنافسوا لعمل المسلسلات الرمضانيه بمختلف قصصها. وفي رمضان كان الاهتمام الاكبر بالبرامج الدينيه مثل التلاوات القرانيه والفتاوي وبرامج العلماء، فكانوا شايفين ملهوش لازمه مسلسلات دينيه في الوقت ده، خصوصا انها تحتاج انتاج ضخم سواء في تصوير الحقبة الزمنية للمسلسل أو الملابس والديكورات غير الكومبارسات، وطبعا لو في معارك تاريخية. ومع تطور التلفزيون بدأ إنتاج المسلسلات الدينية مثل لا إله إلا الله والجزء الثاني محمد رسول الله في السبعينات، وبعدها الإمام مالك والقضاء في الإسلام، وصولا إلى المسلسلات الضخمة مثل عمر بن عبد العزيز. وفي الوطن العربي كان أشهر المسلسلات عمر بن الخطاب. ليه مسلسلات زمان غير دلوقتي؟ ليه القصص اختلفت وليه بقت جريئة أكتر، فيها عنف أكتر، ما بقتش حاجة عائلية نقدر نتفرج عليها كلنا على لمة الفطار؟ الحقيقة ان اجابة السؤال ده بيرجع لينا احنا كمشاهدين. زمان كانت الاعمال بسيطة بتتكلم عن الاسرة والمجتمع او التاريخ، بتختم بنهاية سعيدة او قيمة اخلاقية تفيدنا. لكن الاجيال بتختلف، كل ما الزمن بيمر علينا وجيل جديد بيطلع الافكار بتتغير، والسبب الرئيسي لده هو التأثر بالثقافة الاجنبية تحت بند مواكبة العصر. ومع التطور اللي بيحصل بقى إنتاج المسلسلات أكتر احترافية من حيث التصوير والمؤثرات والمونتاج، وكمان الأفكار الغير تقليدية. معظم المؤلفين دلوقتي متأثرين بفكرة معينة شايفينها أو مشهد من مسلسل أو فيلم أجنبي معين، والفكرة نجحت عندهم فبيكتب المؤلف زيها عشان تنجح هنا كمان. وده من الأسباب دخول الأفكار الجريئة والمشاهد العنيفة والألفاظ الخارجة عن مجتمعنا. زمان كانت المسلسلات بتهتم بالتوعية وتثقيف المشاهد، لكن دلوقتي الأعمال الرمضانية بقت معمولة للربح والإعلانات. الموضوع مش بيخص المؤلف وشركات الإنتاج بس. لو سألت أحد المنتجين عن سبب التغير الكبير الحاصل في مسلسلات رمضان زمان عن دلوقتي، هيقول إن المشاهد هو السبب الرئيسي في التغير ده. إزاي؟ المشاهد هو اللي بيتحكم في نجاح المسلسل. كل ما المسلسل أثار جدل من حيث فكرته أو الألفاظ اللي بتتقال فيه أو المشاهد الخارجة، هيصبح المشاهد سبب في ان المسلسل يكون ترند من كتر الكلام عليه، سواء المسلسل حلو او مش حلو. دلوقتي معظم المسلسلات بتتنافس في النقطة دي. مش مهم ايه القصة اللي هيقدموها سواء حلوة او وحشة، المهم انهم هيقدموا لك قصة تثير جدلك، تخليك تفكر وتتناقش في المسلسل مع غيرك، وبكده المسلسل يشتهر وينجح اكتر. كده نيجي للسؤال الاخير، هل التغيير لمواكبة العصر ام لزرع الافكار الغير اخلاقية؟ التغيير في حد ذاته طبيعي بسبب التطور التقني أو تغير اهتمامات الجمهور، بس ده ما يخليناش ننسى إن في بعض الإنتاجات بتروج لقيم غير أخلاقية
وبتأثر سلبا على المجتمع، خصوصا لما تقدم السلوكيات الخاطئة على إنها طبيعية أو مبررة. وفي النهاية الاختيار هيبقى في إيد المشاهد، هو اللي يختار المحتوى اللي هيمشي مع قيمه وأخلاقه. لو وصلت لحد هنا شكرا ليك، وما تنساش تدوس لايك وشير عشان يوصل الفيديو لأكتر عدد من الناس، واكتب لنا في التعليقات ايه المسلسل اللي لغاية دلوقتي بيفكرك بالقيم والأخلاق الجميلة. سلام.